كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة ونادى عليكم الأيام بخير. عاملين ايه؟ جلتوا اللحمة ولا لسه بتاكلوا؟ طبعا لا، وقفوا بقى لحمة، وقفوا لحمة بقى كتير كده عشان ما يجيلناش النقرس. وتعالوا بقى نخش على أكلة سمك جامدة كده. بس قبل ما تشوفي الفيديو بتاعي متنسيش تعملي لايك، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اكلت واتبسطت والحمد لله. يلا بينا بقى ايه؟ نعمل اكلة سمك حلوة كده تعوضنا عن اللحمة اللي كلناها. ربنا يدمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. بصوا بقى، جينا بقى من السوق. بصراحة مش انا اللي جيت من السوق، هي امي، لان امي هي اللي راحت السوق وانا ما رحتش. فامي جت من السوق جايبه لي جمبري. انا بحب الجمبري قوي يا جماعة، جدا 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 جدا. اكتر حاجة بحبها في الاكل البحري كله هو الجمبري. بصراحة بحب الكابوريا ايوه، بس انا بحب الكابوريا اللي بتكون مبطرخة، البطروخ الناشف ده، عارفينه؟ السبيط بحبه جدا. بس الاسماك انا عموما ماليش غير في السمك البلطي والبوري والسافوليا اللي هو سمك موسى. بس انا الجمبري بعزه جدا. المهم يعني، عشان ما ازودش عليكم في الكلام واضايقكم بقى واصدعكم ان انا اصلا واحده رغايه، ف ماما جابت لي جمبري وسمك بلطي. فقررت طب ان انا اعمل الاكل ده علشان اصور معاكم واطلعكم بقى واخرجكم من مود اللحمه والكبده والحاجات اللي قلت عليها في اول الفيديو. المهم، السمك كان جايني بتنضف وكل حاجة، بس انا عدت عليه طبعا لاني لازم اغسله. لازم طبعا اغسله تاني. مكان بقى مكان عند بتاع السمك وكده، حتى لو هو نضفه لازم طبعا انتي تغسليه في البيت وتعيدي عليه. المهم انا بقطعه من الجناب كده، وده عشان يساعد في التسوية. ما ينفعش خالص تجيبي السمكية زي ما هي وما تقطعهاش وتقليها كده، مش هينفع خالص. لازم تعملي الفتحات دي علشان السمك يستوي من جوه. تمام. تمام. وهو في العموم مش بياخد وقت يعني. بس كده غسلته وحطيت عليه ايه بقى. بصوا بقى يا جماعة، ركزوا بقى في اللي انا هقوله لكم ده. بجد 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 ما ينفعش ابدا اي نوع سمك يتحط عليه خل. حطي عليه ليمون براحتك، لكن خلي يا جماعة والله والله بيهري الانسجة. والله بجد بيهري الانسجة. انا مش عارفة ازاي في ناس بتحط خل على السمك وهو ني كده. حطي عليه ليمون، حطي عليه ملح، شطة، كمون، توم. كل الحاجات دي يا جماعة انا معاكم فيها، لكن خل ممنوع ممنوع ممنوع. المهم، خلاص خلصنا السمك. جينا بقى عند الجمبري مش الجمبري. نقص شنباته، والحبل الرملي اللي هو بيكون موجود فيه ده انا خليه. يعني قلت لماما تخلي الراجل بتاع السمك يشيله لها. طبعا ده مش بيعمله لاي حد، ولكن هو عشان عارف ماما يعني وكده، فهو بيشيله لها بسرعة يعني. احسن واسهل من ان هو في البيت بقى، عشان في البيت بياخد وقت كبير قوي صراحة، بيضايق. بس الحبل الرملي ده يا جماعة بيكون موجود زي في قلب الجمبرية كده، بيضايق يعني وانتي بتاكليه، ومش مضر. بس وانتي بتاكلي الجمبرية كده تحسي انتي بتاكلي رملة. ده من الحبل الرملي اللي جوه الجمبريه. بس انا قصيت له شنبات، ويعني كتر خير السماك يعني ان هو عمل في كده. بس انا قصيت بقى شنباته. وفي ناس بتعمله بشنباته، يعني انا بشوف ناس بتعمل السمك بشنباته، قصدي الجمبري. بس قصيت بقى ايه الشنب بتاعه وشطفته شطفة كويسة قوي، غسلته يعني وسيبته بقى عشان خاطر ايه. بصوا انا بعيش معاكم الفيديو كله على الطبيعة. لا بمسح الرخامة، بعمل قولوا معايا، بغسل حاجة، بجيب الحلة من البوتاجاز كده يعني. حلة نضيفة بس مو حطها في البوتاجاز. بجيب ايه هنا؟ كنت بجيب توم، اكيد اكيد، لا بصل. انا نسيت يا جماعة، دماغي دلوقتي عاملة ايرور عشان انا عايزة انام. بس جبت بقى بصلاية، هخرطها بقى لايه للرز الصيادية. تمام كده.
بصوا الرز الصيادية بيبقى حلو قوي 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 لما تكتري له البصل. هقولك دلوقتي ازاي تخلي الرز بتاعك غامق وازاي تخليه فاتح، وهقولك الخطوات دي لان في ناس الرز الصيادية بالذات مش بتعمله صح ومظبوط. فانا دلوقتي معاكم بالطريقة المظبوطة يعني. تعالوا نسيبنا دلوقتي من البصل والرز والكلام ده، وقولولي انتوا عملتوا ايه في العيد. انا عن نفسي العيد عندي او العيد عدى عليا زي اي يوم عادي، كئيب ممل بيعدي عليا كل يوم. بصوا انا والله العظيم ربنا وحده اللي اعلم بيا، مش عايزه اصدر لكم اي طاقه سلبيه، ولكن هي دي الحقيقه المؤلمه. انا العيد ده عدى عليا عادي كانه عيد ايه، انا ما حسيتش باي عيد. انا عادي، يومي عادي. المهم عشان ما ضايقوش، تعالوا بقى نيجي للرز تاني. اديني بصوا بقى بحمر البصلة. بصوا لون الرز اذا كان فاتح غامق متوسط ده بيعتمد على البصلة بتاعتك. سبت البصلة على النار شوية وهرجع دلوقتي ايه للجمبري تقريبا. مم، هرجع للجمبري. كنت بعمل ايه هنا؟ كنت عامله الجمبري، بعد كده رجعت في كلامي ورجعت وسبت البصل على النار. بصوا هنا بقى الرز انا كنت فكرته لان البصله اتحمرت قوي 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 صراحه، قلت الرز هيطلع معايا غامق اوفر، فاهمين؟ فالحمد لله انقذت الموقف وطلع عادي يعني اللون اللي انا بحبه. هنا بقى حطيت مرقه، حطيت المرقه اختياري طبعا، بهارات، بهار لا محطش بهارات، محبش احط اي بهار غير كمون فلفل اسود شطه ملح. المرقه بقى مرقه خضار، ما اي مرقه عندك تحطيها على الرز لو انت حابه، ماشي. وبصوا يا جماعه، اي لون لرز انت عايزاه هو بيعتمد على لون البصله، بس ما تخافيش ما تحرقهاش، اوعي تحرقيها. اتحرقت منك هتعملي ايه؟ اوعي ترميه، لا عادي جدا. انتي خدتي طعم ولون تمام، هتروحي جايبه مصفى مصفيه كل البصل اللي اتحرق ورميه عادي جدا، وتسيبي ميه الرز زي ما هي بتوابلها بالحاجات اللي انتي عاملاها عادي جدا. في ناس بتحب تحط قرفه في الرز الصياديه، وفي ناس ما بتحبش. انا من الناس اللي ما بتحبش، انا من الناس اللي ما بتحبش. عايزه اقول لكم انا كنت بحب القرفه قوي 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 في صينيه البطاطس بالمناسبه يعني. انا عموما ما بحبهاش في الرز الصياديه، بس كنت بحبها في البطاطس من ساعه ما كنت حامل وانا جاتلي قرفه منها. المهم تتبيله الجمبري معايا بصل طماطم، خرطي باي طريقه انت حباها، شويه من التتبيله اللي انا عاملاها اللي هو توم فلفل احمر وشطه وملح وكمون. اعتمدي الطريقة دي وما تحطيش اي افتكاسات، اي افتكاسات تانية ما تحطهاش. الجمبري، الطماطم، البصل، الفلفل الاخضر، شوية من التحديقة او شوية من التتبيلة اللي انا عملتها للسمك، وحطيت شوية ايه في الجمبري، شوية فلفل اسمر، شوية ملح. زودي بقى انتي توابل براحتك، وخلي بالك الملح برضو. وانا برضو بحط في الجمبري مكعب مرقة، اي مكعب مرقة عندك ما توقفيش نفسك حطيه. ده انا بعمله كده، انتي مش حابة تضيفي المرقة ما تضيفهاش اصلا. ايه رأيكم في كادر التصوير كده، حلو ولا ايه؟ يا رب يكون عجبكم. حطيت بقى الجمبري على النار، وهنيجي هنا نقلي السمك. انا هنا كنت خلصت الرز وحطيته على النار التانية ووطيت عليه خالص خالص، عقبال ما انا بقى ايه اقلي السمك. والسمك النهارده كنت عاملاه ناشف، ولا حطيت عليه خل وثوم، ولا عملته بصلصة، ولا اي حاجة. انا سبته ناشف كده بيكون احلى، بس المهم تاكليه وهو سخن، ما ينفعش تاكليه وهو ناشف. مش هو ناشف ايه، ينفعش تاكليه وهو بارد. قلت كام قرن فلفل لزوم اسمها ايه، الحرشنة، الحرشنة سموها زي ما تسموها. خلاص، اهم حاجة تنزلي السمك على نار عالية، النار بتاعتك عالية قوي. اول ما السمك يشد كده تروحي موطية سنة، خليها في المتوسط. دايما الحاجة المتوسطة هي اللي بتكون بيرفكت على طول.
خلاص خد وش من تحت، اقلبه الناحية التانية. حركة بقى ان انت تحطي الليمون في الطاسة بجد 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 في منتهى الجمال. يعني مش هيخلي الزيت يطرطش معاكي، مش هيخلي الدنيا تبقى مليانة تخينة سمك. تحفة تحفة بجد. اي سمك بتقليه اعصري بس الليمونة وحطي قشرها. هنا كنت قلبته كذا مرة على فكرة، يعني انا بقص على فكرة من الفيديو، اكيد مش بسيب الكاميرا مفتوحة هو الوقت، لا. دي بقى بالحركة الطبيعية، انا سايبالكم بالحركة الطبيعية. الجمبري اهو على النار. على فكرة الجمبري ما بحسبوش يغلي كتير على النار عشان ما يشدش، لا. لو شد معاكي القشرة بتاعته هتبقى ماسكة في اللحم ومش هتطلع معاكي بسهولة. الجمبري يا جماعة اخره 5 دقايق على النار. وده كمان لو انت هتسخنيه، يعني انا بديكي بروح ان انت تسخني لما تيجي تاكلي. هتلاقوني بتكلم بسرعة، الحروف هتطير. يعني انا بصوا، دي طبيعتي، اتكلم بسرعة الحروف كلها بتطير. المهم انا بسيب الجمبري 5 دقايق على النار واطفي عليه عشان لما اجي اكل او اتغدى اروح مولعة عليه تاني. طبعا انا كنت المفروض اجيب مصفى صغيرة اشيل الحاجات اللي في الزيت عشان الزيت ما يتحرقش، فانا ما لقيتهاش قدامي، فيلا مش مهم. دي الطاسة التانية. عموما هما كانوا 5 سمكات، وكنت عملت طبق سلطة بس مع نفسي عشان مطولش معاك عليكم. خلاص كده سبت يعني السمك، اخر سمكتين على في الطاسة، او كنت طلعتهم والله مش فاكرة. وبس. وهنا بقى كنت بغرف الرز، بس بقى لونه حلو جدا. والله بحاول على قد ما اقدر اديكم معلومة مفيدة وفي نفس الوقت مطولش عليكم في الفيديوهات علشان انتوا ما تملوش. بس حتى السلطة عملتها مع نفسي. بحب بس انقل معاكم يعني الغرف علشان تحسوا ان انتوا معايا يعني في الفيديو. ايه رأيكم بأمانة الله في الأكلة دي؟ مش ما علينا، بطريقتي الناس كلها بتعرف تعمل سمك، يعني انا بهياكم ان انتوا تاكلوا حاجة تانية غير اللحمة بقى. خلاص النقرس يا جماعة، النقرس هيتعبنا. هنا كنت غرفت الرز. تمام. ودلوقتي هغرف الجمبري. عايزه اقول لكم انا حاليا بنام يا جماعه، والله مش بنام من ابني يعني بجد. السن ده ارخم سن. السن اللي هو فيه ده نومه طبعا مش منتظم، ينام بالليل وساعات ينام الصبح، وانا كل ده على هواي. الحمد لله انا مش في البيت. كان هو والعيال اخواته والبيت والاكل والشرب والغسيل، يا لهوي يا لهوي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس انا عارفه والله اني حتى لو في البيت كان اكيد ربنا هيقدرني، انا عارفه. يا ريتني اكون في البيت والله. الحمد لله. بس وده كان الاكل بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم ومع السلامه.